كلنا بنخاف نعمل تورته في البيت. بس انا النهارده جايبه لكم طريقه عمل التورته بمنتهى البساطه. بجد مش هتصدقوا ان انتوا اللي عاملين التورته دي في البيت ببساطه جدا 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 ومن غير تعقيد. وانت كست بيت عايزه اعرف ايه اللي كان بيخليكي او بيخوفك من عمل التورته في البيت؟ ليه خايفه تعملي تورته في البيت؟ ايه الاسباب اللي بتخليكي تبعدي عن عمل التورته في البيت وتروحي تشتريها من بره بمبلغ وقدره؟ هعملها معاكم النهارده بمنتهى البساطه. بس يا ريت تجاوبوني على السؤال ده. لو كنت اول مره بتشوفوني، انا هلا ابو بكر هعمل معاكم النهارده التورته بمنتهى البساطه. كنت عملت معاكم قبل كده الكيك الاسفنجي وطلع ناجح جدا. يلا نقول بسم الله ونبدا على طول. اول حاجه طبعا عندي الكيك بتاعي، وانا عندي الكيك بتاعي ما شاء الله بقطعه لاربع طبقات او خمسه كمان. عايزه اقول لكم ان التورت طبعا اللي بتكون موجوده في المحلات عمرها ما بتكون بالارتفاع ده. اخر ارتفاع للتورته اللي بتكون موجوده في المحلات بكتير قوي 7 سنتي، ودي بتبقى اكبر حاجه وبرده بتبقى بمبلغ وقدره. انما انا هعملها معاكم بارتفاع ما يقلش عن 15 سنتي. ما شاء الله اللهم بارك. في حته تانية خالص، طعم بقى مش عايزه اقول لكم، طعم وشكل كمان، يعني هتبقي محترفه. زي ما انتم شايفين كده بمنشار الكيك او بالسكينه المشرشره لو مش عندك المنشار ده، او السكينه بتاعتي يعني اللي بستخدمها. وهبدا اقطع الكيك. وزي ما قلت لكم في ناس بتقطع الكيك على 3 اجزاء، انا هنا بقطعه 4 وساعات كمان بقطعه على 5. وطبعا اكيد انتوا اخدتوا بالكم لما عملنا الكيك الاسفنجي مع بعض وغطيته ازاي ما هدرتش ابدا في الكيك وما ضيعتش ولا فتفوتة كيك. يعني الكيك اللي هنشتغل بيه هو اللي هنعمل بيه التورتايه، وهعمل معاكم احلى تورته بارتفاع ما بتشتروش ابدا من بره. الكيك عندي جاهز، تعالوا بقى احضر الكريم شانتيه. انا بجيب طبعا كريم شانتيه خام. ببدا في الاول كده بان انا احط شويه من السكر العادي وشويه ميه واضربهم كويس قوي. اهم حاجه الميه هنا لازم تبقى مثلجه، يعني ميه وفيها قطعه من التلج. طيب ممكن استخدم ايه بدل الميه المثلجه لو عايزه الطعم يدعم اكتر ويبقى ريتش يعني اكتر؟ استخدم لبن مثلج. ليه بضرب الاول السكر كويس مع الميه؟ لاني انا هنا بستخدم سكر عادي. طب لو عايزين نستخدم سكر بودر مفيش مشكله. لما السكر يدوب كويس قوي مع الميه هبتدي انزل بكميه الكريم شانتيه اللي عندي. انا هنا بستخدم دايما للتورتايه ربع كيلو من الكريم شانتيه، وده للتورتايه الصغيره اللي انتوا شفتوها دي اللي هي مقاس 24. طبعا كل ما هنزود في حجم التورته كل ما هنكتر في حجم الكريم شانتيه. ما شاء الله الكريم شانتيه هيتضرب على سرعه عاليه هيديني القوام ده. وزي ما انتوا شفتوا بيتضاعف حوالي 4 أو 5 مرات طبعا. انا عايزاه هنا قوام سميك تقيل. ليه؟ علشان الدنيا حر. خلاص. طيب لو هنستخدم سكر بودرة هحط السكر البودرة على طول على الكريم شانتيه والمية المثلجة او اللبن المثلج وهضرب لحد ما يديني نفس النتيجة. بالنسبة بقى لترتيب التورتة هو اسهل منه مفيش. بجيب القاعدة اللي ببدأ اشتغل عليها وبحط فيها شوية من الكريمة من تحت. ليه؟ علشان اقدر اثبت اول طبقة من الكيك. طب لو ما حطيتش الكريمة اللي تحت دي ايه اللي هيحصل؟ ممكن جدا التورتاية تتزحلق من على البورد اللي انا شغالة عليه او القاعدة اللي انا شغالة عليها. يعني لو انت حابة تعملي مشروع من البيت لازم تبدأي بالخطوة دي، تثبتي اول قاعدة للكيك كويس قوي، لان اول قاعدة من الكيك دي هي اللي هتثبت التورتة كلها. نحط كمية محترمة كده من الكريم شانتيه، وده بالنسبة للتورتة اللي هتكون دور واحد. انما التورتة الادوار بقى بعد كده ان شاء الله اعملها معاكم، دي لها حسابات تانية خالص هوريها لكم ان شاء الله. ببدأ بعد كده اوزع الكريمة طبقة من الكريمة. اكيد حد هيجي يقول لي دلوقتي يا هلا انت ما سقيتيش الاسبونج او الكيك بتاعك ليه بالشربات زي ما بتشوفوا الناس بتعمل؟ لان التورته عندي مش هتبات، يعني هتبقى تتاكل في يوميها. انا عاملاها مناسبه معينه فالتورته هتتاكل في نفس اليوم. مش بحب اسقي التورت عندي اللي هتتاكل على طول بالشربات، يعني لسبب بسيط قوي انها بحس ان هي بتطرى زياده عن اللزوم. انا هنا عندي الكيك ما شاء الله طري جدا وناعم جدا وجميل، مش محتاجه ان انا اسقي. بس اذا حابين تسقوا بنعمل شربات بسيط جدا وهو شويه ميه وعليهم سكر وبنقلب كويس وبنسقي. ممكن نسقي بالكمبوت بتاع الفاكهة، ممكن نسقي بشربات الحلويات الخفيف اللي هو بيتعمل على النار اللي هو بنعمله للكنافة او البسبوسة يعني الخفيف، ونسقي بيه عادي تمام زي ما انتوا حابين. زي ما انتوا شايفين كده انا ببدأ احط طبقة طبقة من الكريم شانتيه. ولو اخدتوا بالكم انا عاملة تجانس بين الطبقات والكيك، يعني انا بخلي تقريبا طبقة الكريمة قد طبقة الكيك. في ناس بتزود قوي في الكريمة او بتقلل قوي، انا مش بحب كده. انا بحب دايما طبقة الكيك عندي تبقى متوسط او السمك بتاعها زي طبقه الكريمه بالظبط، بحيث ان انا لما اكل احس بطعم الكيك والكريمه مع بعض، ما احسش ان في حاجه مغطيه على حاجه تانية. ودي كانت الطريقه اللي انا بشتغل بيها.
دايما سمك الكيك عندي هو سمك الكريم شانتيه. تمام. طبعا انتوا شايفين الكريمه متماسكه معايا جدا ما شاء الله، واخدين بالكم ان الكيك طري جدا جدا وهش جدا بشكل مش طبيعي. خلاص دي كانت اخر طبقه. زي ما قلت لكم انا عملتها 4 طبقات، تقدروا تعملوها 3 أو 5 على حسب تقطيعكم للكيك. بس الكيك هنا 4 طبقات حلو قوي، والطبقات زي ما انتم شايفين سمكها محمل يعني ممتازه. بضغط عليها ضغطه كده، وبعدين ببتدي بقى الون الكريم شانتيه عندي باللون اللي انا عايزاه. هنا انا كنت عايزه اعمل اللون البينك ده، فلونته بنقطتين من اللون الجل، وبدات احطه في كيس الحلواني زي ما انتم شايفين. ما عندكوش الكيس ده يبقى كيس مطبخ عادي، وبديله فتحه كده من الجنب وابتدي امشي على التورتايه كده، وده بيسهل لي جدا توزيع الكريم شانتيه من غير ما اهدر وبهدل الدنيا. وخصوصا لو لسه مبتدئين يا جماعه، الطريقه دي هتسهل لي قوي التوزيع. الجناب الاول هبتدي اجيب السكرابر بتاعي وابتدي اشيل الكريمه الزايده واساوي بيه الكريمه والتورته. ممكن جدا نجيب اللي هو الطقم اللي على بعضه بيبقى بلاستيك ده لو لسه مبتدئين، بس طبعا انا عندي ده وعندي ده فبشتغل بده بيريحني اكتر. خلاص سويت الجناب الى حد ما، هبتدي بقى احط الكريمه من على الوش. وطبعا انا الكريمه عندي هنا ما كفتش، فاضطريت ان انا الون شويه كمان، بس نخلي بالنا نطلع نفس درجه اللون يعني، وافردهم من على الوش بعد كده. تمام. عايزه اقول لكم طبعا ان احنا في طبقات الكيك نقدر نحط حشوات كتيره جدا، نقدر نحط مكسرات، نقدر نحط فاكهه زي ما انتم حابين. فاكهه طبعا المانجا والفراوله، نقدر نحط الصوصات بقى اللي احنا حابينها كلها براحتكم. هبتدي بقى اساوي تاني للتورته كده، واشيل الزيادات. بيكون جنبي كده طبق، ببتدي احط السكرابر بتاعي واشيل الزيادات، وانضف كده التورتايه على قد ما اقدر، اظبط شكلها، انعم الكريمه زي ما بيقولوا كده، اخليها ناعمه ملساء يعني، اخلي عيني لما تبص كده للتورتايه ترتاح. انا بحاول اشيل كل الزيادات. الحاجات دي طبعا هتبقى صعبة شوية لأول مرة، بس لما تعملوا كذا تورتة كل شوية كده، لما تعملوا تورتة ايديكوا هتاخد على التورتة، فهيبقى في شوية تعامل بانسيابية يعني ونعومة كده يعني. حبيت اعمل الحركه اللي في النص دي، وكانت بالنسبه لي اول مره اعملها على فكره. فاخدت الاسباتولا بتاعتي وحطها في النص كده ودورت التورتايه، والحمد لله تمام ادتني الشكل اللي انا عايزاه. خلاص. هنا بقى سكلابر زي ما انتم شايفين كده مشرشر شويه. هعمل بقى التجزيعات او الشكل اللي في الجنب اللي انتم شايفينه ده. بس كده بصوا، ما فيش ابسط من كده يعني. التزيين بتاعها بسيط جدا 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 يعني. لو انت مبتدئه ان شاء الله هتقدري تنفذيها بنسبه 95% كمان. انا بقى حبيت اضيف كمان على اللون البينك الحلو ده شويه من السكر الملون اللي هو بيتباع برضو عند خامات الحلويات. بيتباع كده يعني بالوزن اللي انت عايزاه. انا حبيت احط اللون الذهبي، بما اني حاطه في دماغي يعني ان التورته هتبقى بالشكل الذهبي في الموف في البينك. انا حطيت التزيين دوت في دماغي قبل ما ابدا، وعلى الاساس دوت اشتريت الفراشات دي برضه بتتباع في خامات الحلويات، بتبقى اسمها تبرات، بتتباع كده جاهزه، واحنا بنجيبها نحطها على طول، بيبقى معاها العصيان دي بنلزقها فيها وبنشتغل بيها على طول. نقدر نحطها من غير العصيان يعني، نقدر نلزقها كده على طول على التورته. بس طبعا نخلي بالنا الفراشات دي يعني ورق غير قابله للاكل، هي بتستخدم بس كده للتزيين. وطبعا في منها اشكال كتيره جدا جدا، بتروحوا تختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان جدا اذا حابين شكل معين بنوديه للمكان دوت ويطبعه لنا، ونبتدي احنا نفرغه ونستخدمه في التورته. عملت معاكم فيديوهات كتيرة عن الحكاية عن التبرات دي، وازاي بنستخدمها ونقصها ونلزقها في قناتي الاولى وهي يوميات ليلى. هتلاقوا الفيديوهات دي موجودة ان شاء الله فيها ازاي اجيب التبر واقصه واستخدمه على التورته. تمام كده. انا شايفه كده ان الشكل تمام. انا حاولت اوزع الفراشات بقى بالشكل اللي انتوا حابينه يا جماعه، دي حاجه ترجع لكم. توزيع الفراشات دي حاجه ترجع لكم. كمان انا من الجناب حطيت شويه من السكر ده. هنا بقى كنت عامله الاسم اللي انا هحطه هو اسمي طبعا. التورته دي كانت ليا العيد ميلادي، عملته بعجينه السكر ودخلت اللون الابيض في اللون البينك، وكمان وبدات ارصه كده يعني على البورد عندي. طبعا التورتيه دي لو انت هتطلعيها شغل لازم طبعا تلزقي الحروف، بتلزقيها بميه عادي خالص جدا في ظهر الحرف كده، وبتحطيها على البورد على طول. طبعا هنا حبيت احط عليها شويه من الدست الذهبي، بما اني عامله التورته كلها بينك في ذهبي في اللون الموف دوت، ودي الواني المفضله. فحبيت احط بقى ايه اللمسات الاخيره كده للاسم بنفس الالوان. عايزه اقول لكم ان التصوير ظالم التورته جدا جدا، مش جايبها كلها.
مش جايب التفاصيل اللي فيها، انما هي بجد يعني كانت روعه. حاولت انا برضو من الجناب كده احط شويه من الدست على الجناب، بحيث ان هي تبقى الوان كلها متداخله كده جوه بعضها. وبالطريقه دي كان يبقى عملنا مع بعض ابسط تورته. عايزه اقول لكم طعم بقى رهيب. جربوا تعملوا التورته وما تخافوش ابدا انكم تعملوها في البيت، واوعدكم انكم هتعملوا تورته مفيش اطعم منها ولا اجمل منها، طعم وشكل يعني من الاخر. وبكده تكون خلصت معانا وصفه النهارده، وعملت معاكم التورته بابسط طريقه. الفيديو اللي كان قبله هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، كنت عامله معاكم الكيكه الاسفنجيه بطريقه ناجحه جدا. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى، عايزه منكم اللايك والشير، وكمان لو كنتوا اول مره بتشوفوني وبتشوفي قناتي على اليوتيوب هستنى منكم الاشتراك في القناه، وكمان تفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واقول لكم مع السلامه.